أنا متأكد إنه كثير من الناس عندها سكر الآن حاليا، في الوضع الحالي عندها سكر وما تعرف عنه، وخاصة للناس اللي عندهم الوضع الصحي، مش في الدول عندها الوضع الصحي مش كويس، يعني متى ما يمرض يروح المستشفى. وهذا عندنا في اليمن كثير، ممكن 90% من الشعب ما يعرف انه عنده مرض، لما يتعب وخلاص يودوا المستشفى بعدين يكشف يقولوا له والله عندك مرض الفلاني، مرض كذا. فعشان كذا في فيديوهات كثير تشرح عن اعراض السكر، في ناس كثير شرحت عن هذا الوضع، ولذلك سنكرر، لانه نحن ما نبغاكم توصلوا لمرحله انه يكون السكر عندك متقدم جدا ولساتك اكتشفته او لساتك بدأ، لانه لما تكتشفه مبكر ممكن تسيطر عليه، لما يكون قدر عالي بعدين صعب انك تنزله، فهمت؟ تتعب. والسكر يا جماعه مرض متعب، والله مرض صامت، زي السارق يتسلل ويسرق منك لا، السارق يسرق ويمشي، هذا يجلس معك، يجلس يتعبك جدا جدا جدا. فلذلك يا جماعه انا اشدد على هذا الموضوع، وانزله مره ومرتين وثلاث اربع، ويا ليت تشاركوا المنشور للناس اللي يمكن يكون عندها اعراض السكر هي ما تعرف. شوف، اذا جتك هذه الاعراض لازم تروح المستشفى، هرول للمستشفى، روح افحص السكر. اول هذه الاعراض انك لو اعطوك دبه ماء 2 لتر وانت عطشان تشربها كأنه عادي عندك. التبول طبيعي، انت تشرب ماء كثير وتشرب بحلاوه، يعني الماء يجي لك طعم تشربه وكأنه ايش، تمام. في ناس بيقول لك والله ده الماء كويس مليح، السكر مليح. لا، اذا عندك سكر ما مو طبيعي، تمام. ثاني شيء تشعر بالجوع، تشعر عادك اكلت قبل ساعه، بعد شويه نتيجه السكر العالي تبغى تاكل اكل جديد، عرفت؟ هذه برضو واحده من الاعراض. الشيء الثالث نتيجه ان الماء اللي تشربه هرولة للحمام، كل شويه تروح الحمام، ما بين كل ساعه وساعه او اقل تروح الحمام، تمام. هذه من الاعراض. ايضا من الاعراض انك بعد ما تاكل، تمام، تشعر بارهاق شديد، تبغى تنام، تبغى كذا ارهاق غير طبيعي يشل لك الجسم، تمام. انت تفكر مثلا ان انا والله اكلت وجبه دسمه، انت اكلت كربوهيدرات واكلت سكريات وانت مش عارف اصلا، عرفت؟ فتشعر بايش؟ تشعر بالارهاق الشديد. من الاعراض ايضا انك تجي تنام تحس بتنمل، حرقان في القدمين، في الاطراف، حرقان. انت تقول يا اخي والله شكله من المش، لا مو من المش، السكر عندك عالي، قد ربما يتجه الى الاعتلال العصبي، تمام. هذه الاعراض اذا حسيت عندك هرول للمستشفى قوري، وانا اشدد على هذا الموضوع، هرول، لانك لو لحقت السكر عادك عند تراكمي قليل تقدر تسيطر عليه، تقدر ما تتعبش كثير. لكن لو وصل لمرحله جدا متقدمه، يعني اللي يصل التراكم عندهم 10 و12 و14 و15 زي اخوكم من قبل، والله لا زلت اعاني قسما بالله. فعشان كذا انزل لكم هذه الفيديوهات، لا تخلي السكر يصل لمراحل عاليه وترجع تتعب في انزاله. فاذا اكتشفت عندك هذه الاعراض لا تتبخس على نفسك، روح افحص، حتى لو حتخسر من جيبك، ما عندك تامين، ما عندك كذا، احنا زي اليمن زي بعض الدول ما عندها تامين، فروح افحص، روح افحص عشان تكتشف السكر مبكرا وتقدر تسيطر عليه. لا، شاركوا مع الناس، ممكن تستفيد، ممكن حد يستفيد، ممكن حد تنقذه المعلومه، وبالاخير انت نخبر بصحتكم.